نزلت بيسان إسماعيل أغنيتها مثل الأميرة على حسابها باليوتيوب، والبعض حب الأغنية والبعض أكيد ما حبها، والكل حاليا متحمس لحتى يشوف ردة فعل الشامي إذا راح تكون قوية مثل أغنية علاش. فبأغنية علاش ردة فعل الشامي كانت كتير قوي لأنه دسوه بالأغنية دس كتير قوي. بس هالمرة بيسان إسماعيل ما دست الشامي، بس حكت بأكتر من ستوري إنه راح ينصدم لما يشوف الفيديو كليب، بس أكيد من دون ما تسمي. أما نارين عمارة فامبارحة نزلت أول ريل للبراند الخاص فيها، والكل صار محتار من بعد ريل نارين هل البراند راح يكون لبس أو ميك اب، وكل عائلتها أكيد دعموها وحتى زوجها اللي المتوقع إنه هو الممول الرئيسي للبراند. وكمان الكل صار عم يحكي لنارين إنها مصلحجية وإنها نزلت ترند العربية لحتى تكسب تعاطف كل العرب مشان يشتروا من البراند تبعها. وسبق لنارين وقتها لاحظوا إنها مصلحجية لما ما تنزل أي ستوري مع بيسان إلا لما يكون في عندها تصويت، دغري بتنزل ستوري مع بيسان إسماعيل لحتى فانزات بيسان يدعموها، وفانزاتها أكيد شافوا إنه ترند عادي وإنه نارين مش عم تستعطف المتابعين. أما هلا أكيد لا تنسوا اشتراك. باي باي.